خلى هذوك الفنان والاعلامي والمبدع عامه، هاد العراقيل اللي كيلقاها في طريقه هي حافز. كما قلت انت، ان الندره ديال المراجع وكذا خلاتك تامن اكثر بان هذا الموضوع اللي خصني ندير فيه. تماما، بكل تاكيد. وهو يا الباحث يا الفنان بشكل عام خصو العراقيل هي الى ما اعتبرهاش كحافز غتحطمو. فانا غادي نبغي نذكر شويه بعض المضامين اللي جات في الكتاب استاذي نبيل. هو اهم محرك كان هو الفضول. وكما قلت لك الفضول بالنسبه لي كان مهم جدا، لانه واخا كانت واحد الاشكاليه اساسيه اللي هي كيف يوظف الفن سياسيا في العالم العربي تحديدا من خلال الاغنيه، وفي ظل الظروف اللي كتعيشها دول العالم العربي اللي شئنا ام ابينا هي ما زالت تتلمس طريقها نحو الديمقراطيه. حنا كلنا مازال سايرين نحو الديمقراطيه باش نكونوا واقعيين. صحيح. فرغم هذه الاشكاليه اللي هي الاساسيه، كانت مجموعه الاسئله اللي انا كنت كنحاول التطويع ديالها والتفريع ديالها تكون كاسئله مترتبه او متولده على الاشكاليه، وكنت كنحاول نرد عليها. اساسا كنبدا في الكتاب وانا ما غنحرقش بزاف ديال الافكار، ولكن غير غادي ندير شويه ديال التشويق. نحرقوه؟ لا التشويق ضروري. كنبدا استاذي نبيل بالحديث على التمثلات اللي هي سائده عند شعوب المجتمعات العربيه حول كل من الفن والسياسه. هذه البدايه كانت بالنسبه لي مهمه باش نعرف علاش كاينه، كيف ما قلت اكثر من مره، نوع من الحساسيه والحذر. فوالا ذكرتيني بلا رياكسيون ديالك، برافو، اللي عند شعوب المجتمعات العربيه تجاه السياسه. علاش؟ السياسه مقترنه عندهم بالحروب، بالمجازر، المصالح بين النظام ولا بين دولتين، وبالتالي كيتكبد الويلات ديال هذه الحروب كيف ما قلت غير الشعوب. في المقابل الفن كيمثلهم فرصه للتحرر، فرصه للتعبير عن ذواتهم، والاكثر من ذلك كيحق لهم اللحظه ديال الشعور بالاكتمال. كيف ذلك حنا كبشر طماعين، ما كنكتفيوش بديك الحياه اللي مقدره لينا واللي غتبدا بواحد التاريخ ديال الميلاد وغتنتهي بواحد التاريخ ديال الوفاه. داكشي علاش كتلقانا كنبحثوا على نفسنا في واحد سيمفونيه، في واحد لوحه مايكل انجيلو، في واحد الروايه ديال سيرفانتيس. هادشي علاش ميلان كونديرا ايضا كيقول بان الحياه قصيره لكن القراءه طويله. هي طويله لانها كتمكننا عاوتاني نعيشوا اكثر من حياه. كذلك الشاعر ملي كيتقمص اكثر من حاله، ماشي بالضروري هو يكون عاش موقف الخيانه باش يعبر عليه، ولا موقف ديال الحب نيت. دونك الفن من هنا الكفه ديالو عاليه، لا بغينا نقولوا اعلى او قريبه من شعوب المجتمعات العربيه في المقابل ديال السياسه. دونك من هنا كتكون الانطلاقه. كنهضر على هاد التمثلات عبر التاريخ وكنستشهد بمجموعه ديال التجارب، وهذا فيما بعد كنهضر على وهذا كان مهم جدا على الأغنية كيفاش هي وظفت سياسيا من خلال التحليل ديالها كعملية تواصلية. هنا يعتمد على واحد النموذج ديال واحد عالم الاجتماع سميتو هارولد لاسويل. هو هذا النموذج ديالو معروف، هو من يقول ماذا بأي وسيلة وبأي أثر. هنايا كيساعد، لأن ملي كنقولوا أستاذي نبيل التوظيف السياسي للفن، اول حاجه كتجيك الفكره في بالك هو ان التوظيف السياسي للفن يعني الحاكم كيفاش كيوظف الفن او مثلا الاغنيه. ايوه. لكن لا، التوظيف السياسي قد يكون من طرف الحاكم او المحكوم. صحيح. فوالا. دونك في هذه العمليه، هذا التحليل ديال الاغنيه كعمليه تواصليه كنبين سياقات التوظيف، شنو هي الظروف اللي كتدفع الحاكم يوظف الاغنيه سياسيا، والمحكوم ايضا، ولاي غايه. وكنلاحظوا ان الادوار كتختلف. يعني مثلا حيت ملي كنقولوا عاوتاني التوظيف السياسي للفن من طرف الحاكم، ماشي هي راه ماشي تهمه. وانا في هذا الكتاب كنأكد في المقدمه انني انا لا انحاز لا للفن على صالح السياسه ولا السياسه على صالح الفن. حنا كاينه واحد الاشكاليه مسموح ان احنا نطرحوا السؤال، نحلوها، نفهموها. وايضا استاذي نبيل لان هذه الموضوعات هي قليله من ناحيه اللي كتربط بين الفن والسياسه، وايضا اللي كتناول موضوعات الفن ديما كتختزل ما هو جمالي، استيقي، التسليه، الترفيه. هذا شيء اساسي في الفن. السجن، بعض المرات الغربه، بعض تماما. كذا حسب. ولكن ما وسي انا دابا غنفكر في واحد القضيه مهمه عشناها في القرن العشرين. نعم. واحد الحدث خطير، واللي الاغنيه المغربيه لعبت فيه واحد الدور كبير، وحدث سياسي، المسيره الخضراء. طبعا بكل تاكيد. الناس كانوا كيباتوا الاستوديو
الكاتب تيكتب ولكن كيلحن الجوكي وفي وقت قياسي. قياسي. وخلات واحد الاثر ليومنا هذا الان. مازال كنسمعوها كتقشعر الابدان ديالنا ليها. الحسن، صوت الحسن ينادي بلسان زكية صحراء. وداكشي عفوي. وكيفاش بداها سي عبد الله عصامي الله يطول عمره، والكلام ديال سي فتح الله المغال. يا سلام، شوف الاسماء. كتب له الله اكبر الله اكبر، صوت الحسن ينادي بلسان يا صحراء، فرحي يا بلادي ارضك صبحت حره، مرادنا لازم يكمل بالمسيره الخضراء. يا سلام. دابا هو يلا كسبعت عاد دارها على والليل عرفتي وصرانين والصداع وهذا كيكتب لنا عرفتي اذا كانت. قال لك سي عبد الله عصامي كيحاول حيت هو اللي صعيب هو البديه بيان سور. اون فوا كديماري راه كتيسر الامور. صحيح. قال لك بقى جالس وكيدير واحد هداتو عينو. هما شافوه الناس خلاوه سي عبد الله عصامي هو رقبت العود ولكن جاتو داك القفله يمكن ويسمع الاذان. الله جمع السنه حداهم. يا سلام. الله اكبر وينوض كيدير الله اكبر صافي. شفتي علاش كنقولوا ذكاء الشاعر؟ يعني كيلتقط. شوف كيفاش والملحن ناعس سمع الاذان وخدا من تما داك القوه ديال الاذان الله اكبر. ودابا عاد عرفنا علاش مازال هاد الاغنيه عندها واحد الاثر نقدروا نقولوا روحي ياك. معلوم روح. ما يمكن راه شوف دائما كتغنى حتى انها ولات بحال النشيد الوطني. صحيح. بحال المنبسه الاحرار ضروري ما يمكنش. هي والعيون عينيه بيان سور. جي لا تا هما بدعوا في هذيك الاغنيه الله يرحم مولاي طاهر الاصبهاني اللي فقدناه مؤخرا. مي كانوا هذه تعتبر هي من الشعر السياسي. بيان سور. ماشي هي الحاكم اللي قلنا نوضو ديالو لا هذه اغنيه وطنيه الهدف منها شحذ الهمام وان احنا نوضوا ندافعوا على الوطن ديالنا ونخرجوا. صحيح صحيح. وكانوا اغاني بطبيعه الحال كثار اللي داروا هذاك الشيء بزاف. انا ملي كنسمع عيشي يا بلادي عيشي ديال محمود الادريسي الله يرحمه. الله يرحمه. صحيح. رائع وداك الصوت ديالو واحد والابداع. دابا اللي جميل هو ماشي نشيد. ماشي نشيد تحس هكا بال يعني عادي وداك الشيء بحال لا اغنيه بالمقامات وكتقيسك فوق ما سمعتيها. هذا هو النجاح ديال الاغنيه انها واخا تفوت المناسبه اللي دارت فيها الا عاودتي سمعتيها كتحس بنفس كتولد عندك نفس الاحساس. كتولي صافي داخل عندك في الذاكره العيون عينيه. شوف بقاش داروا هما العيون عينيه في 75. اييه اش كيقولوا عيون عينيه والساقيه الحمراء ليا والواد وادي يا سيدي والذهب. داك الساعه باقي ما استطلعناش الذهب والذهب راه نسترجعوها حتى 79. يعني حتى الشاعر ولا الاغنيه راه عندك اغنيه اخرى حضرات لي دابا سي محمد بن عبد السلام. اييه ملي دار يا البحاره يا البحاره جيتكم بشاره المسيره مستقبله دارها في 72 ولا في 73. مازال ما كاينش حس المسيره الخضراء. شوف الاستباق ديالو كيفاش صور الوطن بحال المركب والوطن هو الحاكم. وواحد الصوره جميله غالبا هي البحاره غالبا الا ما خفت نكذب وقيله علي الحداني تنظن. مي رائعه وغنى صغيره بن عبد السلام وغنى نعيمه. يا سلام. بجوج الاصوات. يعني كاين اغاني اخرى اللي دابا انا شويه كنت انا مغربيس. لا بيان سور. انا علاش قلت لك انا جايه نستافد منك. انا سولتك قلت لك واش حيت انا عارف هادشي مع الاسف احنا نرجعوا عاوتاني نوضروا هاد المراجع. مزيان انه شفنا العالم العربي شنو دار شنو قلتي على لبنان مثلا كاين شي جوج المراجع ولا ثلاثه ومصر كاين بطبيعه والتجارب احمد فؤاد النجم والشيخ امام وهذيك الانطلاقه الفعليه. حيت كاين اللي قرا الكتاب وقال لي علاش حيت درت واحد النوع ديال التحقيب زمني لظهور الاغنيه السياسيه وبديتها من قبل 1952 بديتها من مصر تحديدا. هو ماشي تحيز، هو التاريخ يشهد ان الاغنيه السياسيه بالمفهوم يعني
المعاصر اللي بغينا نقولوا. اكزاكتومون راها اول ما ظهرت في مصر. مصر مع حيت الشيخ مثلا إمام. 1900 وقبل من الشيخ امام، قبل كانت 1952. حتى السيد درويش تنظن حتى هو دار. اي صحيح. قبل 1952 كانت داك استاذ نبيل واحد الظهور محتشم للاغنيه السياسيه، مثلا هذيك اللي كانت قبل من كلثوم منيره المهديه، منيرة المهدية. كانت في نقولوا الكازينو او المسرح ديالها، كانوا العساكر الانجليز حاضرين وقالت شي حاجه. والمواطنين المصريين حاضرين. هي طبعا العساكر الانجليز جايين فقط للمتعه والمشاهده وهذا، لكن هي الاغاني ديالها كانت حوبله ولا بغينا نقولوا كاع مفخخه بالرسائل اللي كتشجع المواطن المصري على انه يثور ضد بيان سور باش يحصلوا على الاستقلال. و52 اللي هي كانت الانقلاب اللي دار ديال الضباط الاحرار على النظام الملكي بمصر، بقات كترجح الاغنيه السياسيه بين واحد الظهور اللي هو شويه علني وشويه محتشم، ولكن كان فيها شويه ديك الجانب الدعائي اكثر منه الاغنيه اللي كتناقش واحد القضيه معينه. 1967 هذا التاريخ حنا العرب كلنا كنعرفوا نكسة حزيران والشعور بالهزيمه والاحباط اللي خلفاته. هنا غيظهر بشكل كبير كما قلتي الشيخ امام واحمد فؤاد نجم. ما كاينش شي واحد في الدول العالم العربيه ما تاثرش بهم. غيغني اغاني ديالهم مارسيل خليفه في الجامعه والطلبه. انا غنجيك تماما. دونك في لبنان كان مارسيل خليفه، في المغرب فاش ظهرت الاغنيه السياسيه لا قلنا كما قلتي بالمفهوم المعاصر ديالها، كانت كتسمى بالاغنيه اليساريه او التقدميه لانها ظهرت في صفوف الطلبه اليساريه في الجامعات وداك الصفوه ديال المثقفين. وهنا طبعا تحياتنا للسي سعيد المغربي، عنده واحد الاغنيه انا نعم لن نموت ولكننا سنقتلع الموت من ارضنا. طبعا كنعتذر منه كما كيقول السي خلوفي انت صوتك صالح للالقاء ماشي للغناء. لا كاين انا حتى كنغنيها عاد كنتذكر لان حافظاها بالغناء. اكزاكتومون. ومني كتسمعها ملي كنتلقاها في يوتيوب وكنسمعها قسما بالله كنحس بلي انا في ذاك الفتره، وكتحس بواحد الشعور اللي هو غريب جدا. فقلت انها في المغرب دخلت بالتسميه ديال الاغنيه اليساريه، لكن شوف دابا المجتمع يتاثر ببعضه البعض. غتنتقل هذيك الاغنيه من صفوف الطلبه المثقفين اليساريين اللي هما متاثرين بالمبادئ ديال الديمقراطيه وغيرها بيان سور والشيوعيه داك الساعه اكزاكتومون نعم الماركسي تماما لينيني الى غير ذلك. غتنتقل لصفوف الشعبيه البسيطه. واذا ما خفت نكذب 1970 ظهرت ناس الغيوان، فرقه ناس الغيوان 74 اظن المشاهب، فغيبداو هنايا يعبروا على المعاناة ديال الشعب من الناحية الاقتصادية، ما يعانيه من فقر، من يعني غياب حرية التعبير وغيرها. فإذا كتبقى الأساس أو الشرارة الأولى انطلقت من مصر، تأثر الدول العالم العربي تأثرت بهذاك الثنائي ديال حيت هذيك الفترة لأن كانت مصر كان عندها حضور. مصر تماما وكانوا دور النشر وكانت في الادب في السينما في الغناء. وصلنا يعني كنا متاثرين كثير بالشرق، فاي حاجه دارها الشرق كتوصلنا.